تعالى شوف الصورة دي كويس. الراجل اللي فيها شكله طيب قوي. ايه؟ طلع القاتل؟ طب بص في الصورة التانية كده، بيحبوا بعض قوي. ايه؟ نسيها يوم فرحهم في البنزينة؟ دقق في كل صورة كويس، ممكن يكون في مشهد هو اللي قلب كل الحكاية. ما تتغفلش، كل الحكايات حقيقة. يا مساء السعادة على سميعة مونيكروفون، ومساء الفرصة التانية. هتعرف ليه الفرصة التانية كمان شوية. معاكم مونيكا ميشيل، والنهاردة الخميس والساعة 7:30، يبقى ده ميعاد حلقة جديدة من برنامجنا ما تتغفلش. فدقق كويس في صورة النهاردة اللي هتقول لنا حكاية حقيقية جديدة. في الآخر ركز للآخر وانت تعرف. لما تبص في الصورة هتلاقي دلوقتي ان احنا في ولاية اوهايو في امريكا، اغسطس 2013. لما تدقق شوية زيادة هتشوف واحد سنه يدي على 37 سنة كده، واسمه أنتوني ياهلي، ماشي مروح لبيته. وأول ما دخل البيت راح دخل ينام عادي زي أي يوم بعد الشغل، تعبان. فجأة مراته صحيت مفزوعة لأنها لقت نفسه واقف ومفيش أي نفس خالص. ندهت بسرعة على ابنه وبدأوا يحاولوا يصحوه، بس مفيش أي فايدة. الإسعاف وصلت وأخدوه بسرعة على المستشفى، وقعدوا حوالي 45 دقيقة كاملة بيحاولوا ينعشوه، لكن القلب ما بيرجعش. وهنا الدكاترة قرروا يعلنوا وفاته رسميا، وواحد منهم قال للأسف مفيش نبض خالص ولازم نبلغ أسرته بسرعة. وفي الوقت ده ابنه كان قاعد جنب الأجهزة، بس لاحظ حاجة غريبة. الجهاز اللي بيقيس نبضات القلب بدأ يطلع خطوط ضعيفة قوي. راح جري بسرعة للدكتور وقال له في حاجة بتتحرك على الجهاز، أنا مش فاهم، هو بابا بيرجع تاني؟ كل الدكاترة اتخضوا ورجعوا بسرعة يكملوا الإنعاش، وفجأة القلب اشتغل تاني. واللي حصل ده ما كانش ليه أي تفسير طبي. أنتوني نفسه لما فاق قال آخر حاجة فاكرها إني كلت ونمت، بس صحيت لقيت نفسي في المستشفى وكل الناس حواليا بصالي كأني طلعت من فيلم خيال علمي. هو فعلا خيال علمي، لأن أنتوني خرج من المستشفى بعدها بكام يوم وما فيهوش أي حاجة خالص، لا غيبوبة ولا تلف في القلب ولا أي ضرر. الحمد لله على سلامته. والدكتور اللي كان معاه قال للصحافة احنا بنعمل شغلنا على طول، بس المرة دي اللي حصل فعلا معجزة. وكانت دي هي الفرصة التانية لأنتوني، يا ريت يكون استغلها. وقول لي انت بقى، لو عندك فرصة تانية انهي لحظة بالظبط هتحب تغيرها في حياتك؟ ودلوقتي خلصت حلقتنا، هنقلب صورة النهاردة، واستنوني يوم الخميس الجاي الساعة 7:30 بالظبط مع حكاية حقيقية في صورة جديدة من ما تتغفلش. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. ما تتغفلش، ركز علشان ما تتغفلش.